راجل خرجت مع الشركه اللي بحج معاها دي، راجل غلبان من الصعيد جاي، اللي اول ما شافني خدني بالحضن. راجل صعيدي بشنب كده وحالق لحيته، خدني بالحضن. كنا في المدينه وقال لي شوف، لولا ان انت علمتنا ان انا جاي احج لربنا كنت اقول لك ان انا جاي احج عشان اشوفك. فالشاهد انه راجل طيب جدا. المهم قعدنا في المدينه 5 ايام مع بعض حلوين قوي. الراجل ده كان يقول اجمل نفس شيشه وانا بتفرج عليك. والله يا جماعه كان جايب معاه الجوزه في الشنطه والمعسل. فبفضل الله في خلال ايام المدينه قلت له لازم تتوب. وريني الجوزه كده هتعمل فيها ايه؟ قلت له هوريك انا هعمل فيها ايه. ودشيناها كسرناها ورميناها في الزباله. خلاص انتهينا. لحيتك دي ما تحلقهاش تاني، مقص وقص لك شنبك ده. بفضل الله الراجل ربنا كرمه وتظبط في خلال ايام المدينه. رحنا مكه، عاده بنقعد في المدينه من 1 ل4 ومكه من 4 ل7. بفضل الله كان بقينا اصحاب حج ما شاء الله، ومشي معانا في كل مناسك الحج. ورجعنا المفروض بنرجع على منى، ندخل المعسكر في عرفه في منى، نغير ونستحمى ونلبس هدومنا ونروح مكه نطوف ونسعى. قال لي انا هطوف واسعى وانا بالاحرام. يا عم انت احنا قال لي بقى خلاص بقى كفايه عليك كده، انا سمعت كلامك كتير، اسمع كلامي المره دي. فعلا رحنا طفنا وسعينا واحنا بالاحرام. بعد ما خلصنا طواف وسعي قال لي انا نفسي في حاجه تديها لي. قلت له اديها لك. قال عايز اصلي ركعتين في الحجر. يا عم احنا بنموت، الدنيا زحمه، يلا نمشي عايزين نلحق منها ندخل قبل. قال لي نفسي اصلي ركعتين في الحجر، ساعدني. قلت له توكلنا على الله. زق وزحمنا ودخلنا الحجر وصلى ركعتين ومات وهو ساجد. سجد وطول تهز وتقلب. والله يا جماعه انا قعدت اصرخ في الحج، يا رب طب انا نفسي في دي. ارزاق واقدار، وما تعرفش مين اللي احسن منك.